اليوم التاسع وقفت عند نقطة معينة، كل ده تسويف. أنا في كابوس حرفيا، الموضوع كان صعب جدا. لا لا لا، اليوم التاسع تم، وأعتقد باين التمرين النهاردة كان جامد جدا. انا كتبت الدو ليست بتاعت النهارده، واللي انا في حاجه لاحظتها ان انا في خلال الثلاث ايام اللي فاتوا واليومين اللي فاتوا كان في حاجه انا كنت بتجاهل ان انا اعملها بسبب ان انا حاسس ان هي مش هتطلع بشكل كويس ومش هتطلع بنفس الشكل اللي في دماغي. فقررت ان هو لا، لازم تبدا فيها النهارده، لازم تخش فيها، لازم تعملها، سواء هتطلع بالشكل اللي في دماغك او مش هتطلع بالشكل اللي في دماغك. لازم تبدا في الحاجه اللي انت عايز تبدا فيها. هو انا كده كده بدات فيها، ولكن وقفت عند نقطه معينه، لازم ارجع اكمل من عند النقطه اللي انا وقفت عندها، بحيث ان انا اخلص البروجكت اللي انا شغال عليه ده في اسرع وقت. فان شاء الله النهارده هبدا في الحاجه دي. على العموم يعني من الحاجات المكتوبه باين ان اليوم النهارده هيبقى لذيذ. ركبت المسمار في المكان الغلط. يا عم مش ده المكان. وهنا نكون جبنا اول فشل، ان احنا علمنا مكان المسمار ده غلط، المفروض يجي جنبه بشويه. كان هذه الاخطاء ممله. جنبه ايه؟ حط ده فضيت. كده اكون نجحت في ان انا احط الراوتر تحت، حاجه عايز اشيلها بقالي كتير من على المكتب من هنا، بحيث ان انا افضي مساحه على المكتب واحطه تحت المكتب. بصوا، هو من الاخر هو كل ده تسويف قبل ما ابدا في الحاجه اللي انا بعملها، عشان اكون صريح معاك. هو كل ده تسويف، يعني دي كان ممكن تتاجل عادي، ولكن انا كنت بسوف بس حاجه كنت عايز اعملها. ولكن المهم ان في الاخر الواحد نجح ان هو يعملها. A few moments later. لسه مخلص ايديت دلوقتي، الساعة دلوقتي 44 دقيقة، فأنا اتأخرت جدا. ولكن أنا في مشكلة بقى وأنا عمال أعمل ايديتنج. أنا في كابوس حرفيا من غير سماعة. الفكرة أنا لسه السماعة مش عارف هنعمل ايه مع جوميا وكده، فعشان كده أنا قررت إن أنا مش هستخدم السماعة، عشان مش عايز أبوظ ودني ولا أبوظ السمع بتاعي. فلا، طز في الفلوس، طز في السماعة، طز في كل حاجة. فأنا مش هبوظ السمع بتاعي عشان سماعة ولا مستخسرها وكده. أهم حاجة السمع بتاعي. ولكن انا في كابوس حرفيا من غير السماعه وكده وانا بعمل ايديتنج. ولكن اتمنى الصوت والكلام ده كله يطلع كويس. ولكن كده خلصت يعني اول حاجه في اليوم. قعدت كتير جدا، تقريبا قعدت ساعتين، فدلوقتي كتير جدا. بس اهم حاجه ان الفلوج خلص دلوقتي، ان شاء الله النتيجه تطلع كويسه. الموضوع كان صعب جدا، خد وقت كتير جدا عشان انا اعمل اضاءات والكلام ده. مش عارف اصلا الفريم ده كويس ولا، عشان مش مهتم بالاضاءه والكلام ده. انا اهم حاجه ان انا خلصت اخر شوط محتاج اصوره في الفيديو ده قبل ما احلق كده، بسبب ان انا ممكن احلق النهارده. فلو حلقت هيبقى شكل متغير جدا في الشوط ده، وده الهوك بتاع الفيديو، فمش هينفع يبقى شكل متغير وكده. ولكن بعد كده الدنيا قشطه، يعني نقدر نكفر النقطه دي، ونقدر يعني نقدر نداري النقطه دي بعد ما احلق وكده، لان شكله هيتغير 180 درجه. مش يعني هتشوفوا ايه اللي هيحصل النهارده في ان انا حلقت وكده. ولكن كان لازم اعمل النقطه دي قبل ما انزل اشوف ابلود الفيديو والكلام ده كله. ولكن مبسوط جدا ان انا عملت الموضوع ده. ولكن الموضوع متعب جدا، تقريبا بقالي ساعه بوزع اضاءات وبعمل مش عارف، التصوير كله ما خدش 3 4 دقايق. فيعني الموضوع كان صعب جدا، بس اعتقد النتيجه هتبقى تستحق.
لا 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 والله يا شباب انا مش عارف اوريكم وشي ازاي واصور ازاي من بعد ما حلقت الواحد صغير بتاع 15 سنه كده. مش عارف ارجع اصور تاني ازاي. اتمنى ما تكونوا مش شايفين ولا اي حاجه، بس انا واحد صغير بطريقه غبيه بجد يعني. انا مش عارف نفسي دلوقتي بجد يعني. واحد محتاج يستنى كام يوم كده لحد اما تطول تاني وبعدين يرجع يفلوج تاني. بس انا مش عارف هفلوج ازاي من غير الداني والكلام ده. الصراحه بجد الموضوع مش عارف يعني. الموضوع مختلف جدا، الواحد صغير كتير جدا يعني. ان شاء الله ما تكونوش شايفيني، لا في نور هنا فموضوع صعب جدا. بس قشطة انا مش عارف لما اروح اصور ازاي. ايه لا 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 يا شباب ما تقلقوش مفيش اي حاجه. ده كان شويه عيال صغيره كده تعبانه شويه فكانت محتاجه ترتاح فانا ريحتهم وبعدين جيت. مش اكتر ولا اي حاجه. الولد عمال ينقر زي الحمار بالظبط. فبقول له في ايه، فهو برضه زي الحمار بالظبط. فكان يعني محتاج يرتاح شويه فارتاح. كانوا شويه عيال كده تمام يعني مفيش اي حاجه. بس لما كنت بقول لكم انا شكلي غريب فشخ بس قشطه. غالبا هيختفي يومين ثلاثه كده من الفلوجز لحد ما الدقن تطلع تاني وبعدين نرجع تاني غالبا. 2,000 years later. والله انا من النهارده لبكره هقعد اقرفكم واقول لكم مين ده، وياك الاقي حد كاتب كومنت مين ده. بسبب ان اللي هيكتب كومنت مين ده انا هعمل له بلوك من الشانل. بسبب ان يعني انا عن نفسي مش عارف نفسي، فيعني شكلي متغير جدا. فانا مش عايز حد يكتب مين ده، بسبب ان انا في معضله مع نفسي دلوقتي. واللي بيسال بقى ان حلقت دقني والكلام ده بكره ان شاء الله هنعرف ان حلقت دقني. انا مش عايز احرق السبب النهارده بسبب ان بكره هيكون يوم رخم جدا. بص انا كنت اقول جمله حالا، الجمله دي لو كانت اتقالت كانت هتحرق كل حاجه هتحصل بكره، ولكن خلينا بكره ايه نشوف بكره اليوم هيمشي ازاي. ولكن هيبقى يوم اعتقد ان هو يبقى رخم جدا، بس انا عندي امل ان هو يبقى يوم كويس. بس مو بكره هتعرفوا ان انا حلقت وكده. بس ما تنساش بقى تعرفني هل كده احسن ولا بالدقن احسن. انا شايف بالدقن احسن الصراحه. واحد صغر جدا لما حلقه دقن وكده. اعتقد ان هي لازم تطلع بسرعه وكده عشان الواحد يكبر تاني وكده ويرجع لمكانته تاني فاهم. لكن كده الواحد صغر قوي لا 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 كتير قوي كده يا جدعان. بس على العموم والله الوضع لذيذ فاهمين تغيير وكده. الصراحه المفروض ان كان في حاجات هتحصل ولكن قعدت كتير عند الحلاق وبعدين جيت البيت عملت شويه حاجات وهكذا. وقت كتير ضاع وانا الصراحه دلوقتي مكسل جدا. بس في شويه حاجات لازم تخلص في نهايه اليوم يعني. شويه حاجات بقى ليها علاقه بالفايلز بتاعتي وشويه حاجات يعني ممله كده لازم تخلص. وانا حبيت انهي اليوم لحد هنا يعني. فبس كده ده كان اليوم بتاعي وصغرت فيه 15 سنه. دي الطريقه لاي حد ان هو يصغر 15 سنه، ان انت تحلق دقنك. بسيطة. لو ما عندكش دقن وانت كبير فهو انت كده كده كبرت خلاص يعني. لازم تعرف ان انت كبرت. بس على العموم اشوفكم بكره بقى في يوم رخم ان شاء الله. سلام.